عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بالجميع. وطبعا اليوم بسوي قلاية البندورة بس بطريقة بضيف عليها شيء، يعني بغير، بسويها طبق رئيسي أو طبق جانبي. قلاية البندورة معروف إنها فطور أردني مشهور في كل البيوت الأردنية. أساسها الثوم والفلفل والطماط وزيت الزيتون وصلى الله وبارك. هذه أكلة ملوكية اللي هي أكلة ملك الأردن المفضلة في لقاء. يقول أني لما كنت يعني في المعسكر كانت أكلتنا المفضلة والمشبعة، والله هو صادق إنها أكلة ملوكية ومشبعة ولذيذة وبمتناول الجميع. بعد ما تحمر الثوم راح أضيف الطماطم. سهلات هالوصفة بس أنا بسويها وجبة غدا. كيف؟ خلوكم قريبين وراح تعرفون كيف حولت قلاية البندورة من فطور إلى غدا. سبحان الله. عليكم بنات. الآن سويت الباذنجان هذا، شلت اللي بالوسط، حطيت لحم مفروم عادي مع بصل حمرته. هنا قلاية البندورة، عرفتوا كيف؟ الآن راح أطبخها يطلع لي لذيذ زي المسقعة. بعدين ممكن أحط عليه جبنة ينأكل مع الخبز أو مع الرز. مرة فكرة حلوة صراحة. هذا حطيته بالإير فراير، واللي جوا سويته حمسة باذنجان، يعني ما رميت شيء. شفتوا كيف؟ شو رايكم؟ شوفوا بنات، الآن راح أحط عليه دبس الرمان. تحولت من أكلة أردنية إلى أكلة تركية. يعني شوفوا الطبخ الواحد يبدع فيه ويقعد يفكر ويسوي أشياء حلوة. يعني هذه صراحة ابتكاراتي، من اختياراتي وابتكاراتي. شو رايكم؟ والآن يا بنات راح أحط الموزاريلا. شوفوا كيف كذا. بعدين بس بحمرها من فوق شوي بالفرن. لذيذة مرة صراحة، مرة ضبطت حلوة مع الخبز. جربوها، أتوقع تطلع بجد لذيذة، لحالها تنأكل حتى، مو لازم لا خبز ولا رز.